طيب وضربات الجزاء كنت انت المتخصص، بعدين صار بنزيما، بعدين قاعد بنزيما يضيع. ليش اقول لك انا الازدواجيه مو حلوه؟ هو تشبت نونو سانتو بحمد الله على فكر، لكن الواقع فكر اخر. بمعنى انه نونو سانتو كان يعتقد ان الثنائيه حق كريم بنزيما وحمد الله مع رومارينيو كورنادو حتمشي، لا، وكنا مولعين. اذا تتذكر 4 مباريات الاولى في الدوري كلها فوز بالراحه. المباراه اللي لخبطت الدنيا كلها هي حق الهلال، اللي كنا فايزين الشوط الاول 3-1 وكنا نعطيهم 4 5 6 وقلبوها علينا. هناك دخل الشك في الاداره، دخل الشك في الجمهور، دخل الشك في الاعلاميين، فصاروا يحاربونا. خلاص يعني تفككت اما هي كمجموعه فكانت مجموعه مليانه تكنيك ومليانه خبره ومليان، يعني نقدر نفوز على اي فريق. يرجع اقول لك حتى ضربات الجزاء اخذها منك. عفوا، بالنسبه لضربات الجزاء، انت يعني ضربات الجزاء سبحان الله يعني دائما عندي معها قصص حلوه. يعني ضربات الجزاء لا يمكن للمدرب انه يحدد رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 اذا كانوا عندك لعيبه كبار في الملعب، لانه اذا حددني انا رقم 1 الطرف الثاني ما راح يبغى، اذا حددت الطرف الثاني رقم 1 انا ما راح ابغى، فخليها مفتوحه واللي يحس نفسه كويس يشوت. لكن بنزيما كان يعني كل ما يجي بينالتي هو اللي ياخذ، يعني رغبه منه هو. احنا لعيبه كبار ما تقدر تروح تتضارب على البيلانتي. اكيد الناس حيقولوا لك الحين وكراسكو، حرجع لكم الكراسكو على طول جت في بالي لا حرجع لك، ما اعرف. فلا يمكن تروح تتضارب عليها فهو يعني بدا هو ضيع الاولى الثانيه الثالثه، فخلاص هو يعني صار يتنازل. فهنا جا دور حمد الله، فحمد الله صار يشوت، خلاص هذا هو